أنت نعم يا مرتكب المعاصي سرا مختفيا عن أعين الناس، إني سائلك أين الله؟ أين الله؟ أنسيت نظر الله إليك؟ أنسيت اطلاع الله عليك؟ والله ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أن الله لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك فلم تجترئ عليه ولم تجعله أهون الناظرين إليك؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. يا منتهكا حرمات الله في الظلمات، يا منتهكا حرمات الله في الخلوات، يا منتهكا حرمات الله في الفلوات، متخفيا عن أعين المخلوقات، أين الله؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ أين الله؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. واسمعوا لهذا الكلام القيم لقائله ابن القيم، قال رحمه الله تعالى: أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات. اسمع يا من تبحث عن السعادة ولم تجدها، اسمع يا من أخفقت في العمل والوظيفة والدراسة، اسمع ما هو السبب لهذا الإخفاق. إنها ذنوب الخلوات. واسمعوا لهذا الأثر ولنتعلم من هذا الراعي. فعن زيد بن أسلم قال: مر ابن عمر رضي الله عنه براعي غنم